مكسرات بصوا عاملها ازاي. بيحط عليها تقريبا فستق او بيستاشيو. طيب حاليا خدنا تاكسي وطالعين على واحد من المطاعم المشهوره هنا اللي موجوده في مدينه قيروان. طيب حاليا وصلنا على المكان، هو اسمه مقرود نزار المصري اهو، وده اشهر حد بيعمل هنا المقرود. وعايز اجرب المقرود، جاي مخصوص عشان اجرب مقرود من عندكم. هو ده انواع زيت. انا عايز الاصلي، هو ده المقرود الاصلي الكلاسيك. استنى شويه طلعت ماشي. ده هنا في انواع منه مقرود. هذا هو الكلاسيك. ده الكلاسيك. بيعملوا منه بالتمر والسمن وزيت الزيتون، وهنا بالمكسرات. ماشي يا جماعه، ده اشهر مكان هنا بيعمل المقرود القيرواني اهو في تونس. المطعم اسمه المصري. بصوا بيعملوه في حلل كبيره. ده من اشهر الحاجات الحلوه هنا في تونس. ايه الفرق في الانواع؟ ده نوعه ايه مثلا؟ ده بايه ده؟ باللوز والفستق، باللوز والبندق، صح كده؟ ده الرويال. انتوا هنا بتعملوا ايه؟ بتغلوه الاول؟ دي اول خطوه. يا جماعه حاليا احنا داخل المطبخ واحد من اشهر المطاعم هنا اللي موجوده في القيروان، بيعملوا المقروز التونسي اسمهم المصري. دخلونا نتفرج على الطريقه اللي بيعملوا بيها المقروز من اول حاجه، من اول تجهيز العجينه زي ما بتشوفوا كده، وبيقطعوها بعد كده احجام اصغر شويه. بعد كده بيبدا تقطيعها لاحجام اصغر. امال بتحطوا البلح ازاي؟ تمر. وبعد كده بيعملوها كمان بالمكسرات زي مثلا باللوز والبندق، بيسموها هنا المقروز الرويال، صح كده؟ بقلاوه. شايفين الدقة في التقطيع عاملة ازاي؟ كله تقريبا نفس الحجم بالظبط، يعني مفيش واحدة طلعت أكبر من التانية. بصوا أنا عاجبني إن أنت كلهم طلعوا نفس الحجم. كله نفس الحجم. الله. الراجل أنت بقالك كام سنة في الشغلانة؟ 25 سنة. ما شاء الله. شغل مصانع ده. خدمة بابا. ما شاء الله. يعني بصوا حرفيا بيقطعها ولا كأنها مثلا، يعني ربنا يديله الصحة عشان ما نحسدوش، بس بيقطعها بالظبط اكنه مكنة في المصنع، بيقطعها بالظبط كلها متساوية، مفيش واحدة أكبر من التانية. فيعني بصوا كلهم طالعين ازاي، حرفيا كل واحدة نفس حجم التانية بالظبط. ما شاء الله. برافو يعني، والله أنا مبهور. برافو. الشركة الممولة فيها برشا في مكسرات وكل شيء، ما تمشيش معايا هكا. لازمني نعملها هكا، نطبع بالكعبة بالكعبة باش نجم نتقوى على المكسرات ياخذ باش تعطيني نفس الحجم بتاع الكعبة. ما شاء الله. مش كما مثلا الدقة تطبعها عادي هكا تمشي معاك. اما المكسرات الحكم هي حرشة وكل شيء في وسط العجين. ما تمشيش بالطريقه هذيك، ولينا نطبخها بالكعبه بالكعبه. بالكعبه بالكعبه.
هذا ابتكار نزار المصري ومسجل راهو في فرقه في الوطنيه 2 تاع تونس مسجل تاع تونس. اول واحد خدم المقروض بالفيك. ده هنا المقرود الاصلي اهو. طعمها تحفه، حلوه جدا. دي الاصليه اللي هي بالبلح بس او التمر، دي بالبيستاش. شايمة اعطيني كعبة ماء. دي هنا الاصليه اللي هي بالتمر فقط. انا ظاهر هنا كويس. دي اللي هي بالتمر فقط اهي. بنينة بالتونسي. بصوا هنا معمولة بالتمر والسمنة. عسامة ماما عندك سلعة. ثانية واحدة. مكسرات بصوا عاملاها ازاي. بيحطوا عليها تقريبا فستق او بيستاشيو. طعمهم حلو جدا. من احلى الحلويات اللي جربتها هنا في تونس حلوة المقروز. طعمها حلو، طرية من جوه بتقرمش من بره، وحاطين فيها مكسرات بلح وتمر وسمنة، فطعمها حلو جدا. من اشهر الحاجات اللي هنا في تونس، وتحديدا في مدينة القروان او القيروان اللي احنا فيها حاليا. ما ينفعش تيجي المدينة دي وما تجربش حلوة المقروز. حاليا على مسجد عقبة ابن نافع، وده يعتبر واحد من اشهر المساجد اللي موجودة في شمال افريقيا كلها، وتحديدا في المغرب العربي. المسجد ده اتبنى سنة 670 ميلاديا، هو اللي على يميني ده، واللي بناه عقبة بن نافع بعد تأسيس مدينة القيروان. وكان بيعتبر مركز لتحفيظ القرآن ونشر العلم الإسلامي في أفريقيا وفي شمال أفريقيا تحديدا. والفكرة كمان إن الجدران بتاعته سميكة جدا زي ما انتم شايفين، وشكله من بره شوية شبه الحصن أو القلعة لأن جدرانه سميكة جدا. هندخل نبص عليه من جوه، نتفرج عليه من جوه شكله عامل ازاي. بصوا المسجد هنا كبير جدا. بصوا المسجد من جوه عامل ازاي، واسع جدا. وبصوا جدرانه وعواميده شكلها عامل ازاي. فهنا منطقة شوية سياحية، بيجي لها برضو سياح لحد ما يعني. وكمان احنا دلوقتي في فصل الصيف شوية او الصيف بدأ يدخل، فالطقس هنا اكثر سخونة. السلام عليكم. وعليكم السلام. مغرب مصري. ام الدنيا. اهليه ولا زملكاوي تونس ابوها. ودي ساحة المسجد. هنا الساحة بتاعت المسجد او الفناء. دي الساحة بتاعت الجامع. هنا المسجد هو اسمه عقبة بن نافع، وبيسموه هنا كمان الجامع الكبير بالقيروان. بيعتبر هو زي ما قلت لكم واحد من أقدم معالم في المغرب الإسلامي.
المسجد ده مبني 670 قبل الميلاد، يعني احسبوا بقاله كام سنة مبني، بقاله كتير قوي. ودي الساحة بتاعته واسعة. جميل جدا المسجد. ام الدنيا احلى ناس. اهلاوي ولا زملكاوي؟ انت عايزني ابقى ايه؟ يا ودي انا اهلاوي، كانك زملكاوي تفضل، كان مش من اهلاوي مرحبا بيك برضه. انا اهلاوي. ترجي واهلي كله انت بتشجع مين طب في تونس؟ ترجي. ترجاوي؟ الافريقاوي ما نمشيش. انا هبط على الماتش بتاع النجم والترجي. سوسة. انت بتشجع مين هو؟ زملكاوي. هذا زملكاوي. افريقي في تونس. انت زملكاوي؟ الزمالك في مصر. اوكي، وانا اهلاوي. الاهلاوي كيف الدوله. نادي الدولة؟ نادي الدولة اللي عندهم الفلوس والممثلين، اما الاخر كيف الشعب، الزمالك كيف شعبية، كيف الشعب. بس الاهلي شعبيته اكتر في مصر. لكن شعبيته خاطر يهز في الالقاب. يهز في الالقاب، فيهم برشا القاب مش حقيقية. ليه كده بس؟ ايه قاعدين نشوفوا نحن، خاطر في مصر الحكام في مصر جايين مع الاهلي. خاطر الاهلي عندها الفلوس وعندها الرجال معناها اللي في المناصب الكبيرة. والزمالك شعب. والزمالك لا ما عندوش مناصب؟ مش كيف. ولا منين؟ يعني القاهرة. جسكاوي. لا بورسعيدي. مصري يعني يشجع المصري؟ بورسعيدي. يشجع المصري. انا اشجع المصري البورسعيدي. ماشي. والاتحاد السكندري في تونس عشان اخضر وابيض. حبيبي كل في تونس كيف الشعب. الترجي كيف الدولة. قداش يحبوها الافريقيا؟ بالفلوس. ايوه بالفلوس. الالقاب المشبوهه. طب انت رايك ايه؟ حقيقيه بالحكام في تونس يعاملوا فيها. راي من رايه. يعاملوا فيها معامله خاصه في تونس الحكام. ما يعاملوش النادي الافريقي خاطر النادي الافريقي كيف الشعب. وهي راهي اللي جابت اول لقب افريقي من خارج تونس هي النادي الافريقي. ايوه. وهي الجمعيه الوحيده اللي هز 4 القاب في سنه واحده. ربنا ينصركم عليهم ان شاء الله. على الاشرار. بصوا قدام المسجد او مسجد عقبه واسوار المدينه القديمه، هنا في مقابر. بصوا المقابر هنا شكلها عامل ازاي. دي المقابر هنا اهو، شكلها كويس، شكلها جميل. دي المقابر هنا، الناس مدفونة هنا أمام أسوار المدينة القديمة. أخويا التونسي حبيب قلبي وصلني إلى اللواج وببلاش من غير فلوس. قول إن أنت هتوصلني بدون فلوس. قول أنا هوصلك من غير فلوس. وصلك من غير فلوس معلش. وصلك من غير فلوس ما راح بيها. حبيب قلبي ما راح بيها الله راسي. اخويا التونسي معلش انت منين؟ بيدلعني بيظبطني. انت شنو جنسيتك؟ ايه ده معرفش جنسيتي كل هذا؟ خمن. شنو جنسيتك انت؟ خمن والله. سوري؟ لا ماليش في الشاورما. ماليش في الشاورما. لبناني؟ ليش؟ بقول لك خيي كتير مهضوم ولا ايش؟ ده شنو هي؟ انا ما بحكيك لبناني انا. خمن كمل. مش نكمل. نكمل على نفس المنويرة. لا والله جرب واحدة كمان آخر مرة. فلسطيني؟ لا مصري. لا اشتك مش بتاع مصر. جهلت لا جيتي مش مصري والله. مصري وابويا مصري من القاهرة. شرف ليا. احنا هنا في وسط البلد في الأرض. هنا احنا الآن في وسط القيروان. وسط القيروان. دلوقتي يا جماعة انت انستغرامر؟ ذاهبين إلى يوتيوب. انت انستغرامر ولا شو؟ يوتيوب. ذاهبون إلى اللواج أنا وصديقي ما اسمه؟ محمد. أنا وصديقي محمد. هو بيوصلني اللواج. هنأخذ عربة اللواج ونذهب إلى مدينة أخرى وهي الجم. الجم لزيارة المسرح الكبير هناك. ده الخبز القيرواني. بص الخبز القيرواني عامل ازاي. ده الخبز القيرواني الأصلي. يا نهار أبيض إيه كل ده.
هذا هو الخبز القيرواني. وهنا تلاقوا في كل حته الحلويات المكروز اهو. المكروز، هذا هو المكروز. المكروز ده ايه؟ ممكن ازوق واحده؟ شكرا. دي اسمها ايه؟ هذه بجوج تسمى اللوزيه، ما بجوج اللوزيه؟ اي دي باللوز؟ لا بجوج هذه بالنوجه دي ولا؟ هذه بجنبها بقلاوه. حلوه دي. او اسمها ايه؟ هذيك لوزيه تسمى بجوج لوزيه. ممكن 4. تقولوا ايه؟ عايز 4 حبات. واحدة؟ لا دي 2 ودي 2 بس كده. بس كده يا جماعة. وبذلك بتنتهي جولتنا هنا في القيروان.